مساء الفل، عامل ايه؟ انا عارف ان النهارده الخميس وانت راجع تعبان جدا من الشغل، وبما ان النهارده الخميس فهو خميس الترشيحات. علشان كده انا جهزت لك افضل 4 العاب تقدر تخلصهم في بتاع ساعه ساعتين كده بالظبط. تيجي معايا علشان اقول لك ايه هما؟ يلا بينا. يلا. أول لعبة معانا النهاردة وهي لعبة ليمبو، وهي لعبة إندي بسيطة جدا لكنها في نفس الوقت ممتعة جدا. يمكن ما تفهمش حاجات كتير فيها بس هتستمتع بالجو العام للعبة، لأن صناعها استخدموا إفكتات الأفلام زي الأبيض والأسود علشان يعيشوك في جو معين، وأنت بتلعب بطفل صغير طول اللعبة في عالم غريب، واللعبة كلها معتمدة على الألغاز. وعلشان تعرف أنا بحبك إزاي جايب لك لعبة مش هتاخد في إيدك وقت. حابب أقول لك إن اللعبة دي محتاجة 3 ساعات ونص، يعني مفيش اسرع من كده. تاني لعبه معانا النهارده لعبه انسايد، ومش هشرح لك فيها كتير، هي نفس جو ليمبو بالظبط، وبرضه بتلعب بطفل صغير ومعتمده في معظم لعبها على الالغاز، ولكن الفرق انها فيها الوان شويه عن لعبه ليمبو. والحقيقه ان اللعبتين بيقدمهم نفس الاستوديو، وهو استوديو بلاي ديد، معروف بالعابه الفلسفيه الغير مفهومه تماما. وبالمناسبه لعبه انسايد برضه مدتها 3 ساعات ونص، يعني لو انت مستعجل على النوم قوي كده ممكن تلعبها بشكل سريع، هتخلصها في 2.5 ساعة بالظبط. نيجي لتالت ترشيح وهي لعبة ممتعة جدا ودي عن تجربة، واللعبة دي هي لعبة فاير واتش. اللعبة دي الجرافيك بتاعها بسيط جدا ولكنها هتشدك من أول ما تلعبها بسبب الغموض اللي فيها، وهي بتحكي عن حارس في غابة بيكون قاعد في برج مراقبة، ولكنه بيبتدي بيحس بحاجات غريبة بتدور في الغابة، وإن في ألغاز كتير محتاجة تتحل. ده غير إن بيكون في جريمة قتل بيكون عايز يحلها رغم إنه مش محقق. واللعبة دي بتديك تجربة كلها إثارة من غير ما يكون معاك أي أسلحة، يا دوبك معاك اللاسلكي بتاعك بتتواصل بيه مع زميلتك اللي بتديك إرشادات طول اللعبة. وبرضه هي من الألعاب اللي تخلص في قعدة واحدة لأن مدتها 4 ساعات بس، ولو أنت عايز تستكشف شوية ممكن توصل معاك اللعبة ل5 ساعات كحد أقصى، يعني مفيش ألذ وأقصر من كده لعبة. الترشيح الأخير معانا النهاردة هي سلسلة من 3 أجزاء، والغريب إن ال3 أجزاء رغم إنهم تحفة فنية إلا إنهم صغيرين جدا، وهي سلسلة ليتل نايت مير الغنية عن التعريف. لك أن تتخيل يا صديقي أن لعبة ليتل نايت مير الجزء الأول مدة قصته الأساسية 3 ساعات ونص، والجزء الثاني مدته 5 ساعات ونص، والجزء الثالث اللي لسه نازل أول الشهر اللي فات مدته 3 ساعات ونص. وفي كل جزء لو حاولت تستكشف فيه هيزيد معاك ل9 ساعات تقريبا، يعني لو أنت شخص عاشق للاستكشاف مش هتاخد معاك يومين بالظبط. وبكده أنا خلصت ترشيحات النهاردة، مستني منك اللايك والشير والسبسكرايب الجميل. أشوفك في فيديوهات تانية كتير. سلام.